توجت الجزائرية كيليان إماري اليوم بالميدالية الذهبية لاختصاص العمودين غير متوازيين في رياضة الجمباز لأولمبياد باريس 2024، لتحصل الجزائر على أول ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الحالية، وذلك بعدما ضمنت مواطنتها إيمان خليف الحصول على ميدالية أولمبية بعد تأهلها لنصف النهائي لفئة أقل من 66 كيلو في ملاكمة السيدات. وكانت كيليان إماري بالغة من العمر 17 عاما تنشط ضمن المنتخبات الفرنسية قبل أن تغير جنسيتها الرياضية إلى الجزائر في شهر مايو 2023، أيام قليلة فقط قبل البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا، والتي نالت خلالها الميدالية الذهبية. كما خطفت الرياضية كيليان إماري الأنظار بتتويجها بميدالية فضية في بطولة العالم للجمباز التي جرت بمدينة أنفيرس البلجيكية في شهر أكتوبر الماضي، ما سمح لها بتأشيرة التأهل لأولمبياد باريس 2024. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.